ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده مهم جدا للبنات، فعشان كده لازم تسمعيه للاخر، لان ببساطه هقولك النهارده على اسباب بتخلي المجتمع يكره البنت في النجاح، يخوفها من ان هي تنجح. الحقيقه ان المجتمع بيستخدم اساليب كتير جدا علشان يخوف البنت من ان هي تنجح. ان طبعا ببساطه وابسط رد على الموضوع ده كله ان البنت نجاحها بيكون صاعق لبعض الناس، وهفهمكم بعدين ازاي. نجاح البنت بيكون صعب جدا على المجتمع، بيسمى بمجتمع ذكوري. فمع الأسف الشديد إن المجتمع لسه لحد الآن بيستخدم الأساليب دي في تخويف البنات من إن هم ينجحوا. وبرضو مع الأسف في بنات كتير قوي بيتأثروا بعادات وتقاليد المجتمع اللي بيعملها، أو الأساليب اللي المجتمع بيعملها علشان خاطر يخوفها من إن هي تنجح. فطبعا ركزوا معايا كويس جدا علشان نفهم ايه الأساليب دي، ومع بعض واحدة واحدة، ويلا بينا. في مفهوم في علم النفس اسمه الوصم الاجتماعي للبنت الطموحة، وهو ده أول سبب هنتكلم فيه. حبايب قلبي، الوصم ده بمعنى إن المجتمع بيلزق في البنت صفات سلبية مش فيها لمجرد إن هي طموحة. مش انتوا دايما بتسمعوا كلمة وصمة عار؟ اللي هو مثلا لو البنت غلطت في حاجة أو طلع عليها إشاعة أو الكلام ده كله، وأنا آسفة جدا إن أنا بقول الكلام ده، بس هو ده المعنى الأصح لكلمة وصم. إن المجتمع بيلزق في البنت صفات سلبية مش فيها عشان يحبطها. ومع الأسف في بنات بتحبط بالكلام السلبي ده. في كلام صعب وكلام صادم يخلي البنات تحبط تماما وثقتها في نفسها تقل. مثلا يعني يقول لها انتي مغرورة، انتي مش بتفكري الا في نفسك، مش بتفكري في اهلك، مش بتفكري في حياتك المستقبليه. وهنا طبعا بتكلم عن حياتها الزوجيه، يعني مش هتتجوزي بدري، مش هتكوني ام صغيره، ومش عارفه إيه الكلام ده بصراحه، لان بنسمعه كتير قوي الكلام ده. هو ده الوصم، يعني بيلزقوا فيها كلام مش فيها، وكلام اصلا مش هيحصل، لمجرد ان هي عندها طموح. والحقيقه اللي بتصدم بجد ان المجتمع بيربط نجاح البنت بالتضحيه بانوثتها. يعني انتي لو عايزه تنجحي، اصل هما شايفين تقريبا النجاح ده للراجل بس، فانتي لو هتنجحي فانتي هتبقي راجل. فانا مش عارفه بصراحه ليه التفكير ده، بس هو بيربط نجاح البنت بضياع او بالتضحيه بانوثتها، او البنت هتخرب بيتها، هتكون هي السبب في خراب بيتها. يعني هي تشتغل وزوجها يشتغل، فازاي هيشيلوا البيت؟ فهو ده تفكيرهم. وكل ده بس لمجرد ان البنت عاوزه تشتغل على نفسها، وعايزه تحقق احلامها، وعايزه يكون عندها هدف. في نظريه اسمها نظريه دور النوع الاجتماعي، والنظريه دي مهمه جدا وعايزاكي تركزي فيها. النظريه دي بتقول ان المجتمع بيفرض على الرجل والمراه ادوار معينه على حسب النوع. يعني الرجل ليه ادوار والمراه ليها ادوار، ومع الاسف ممكن نقول المراه ليها دورين بس، والراجل ليه ادوار كتير. وده طبعا اللي المجتمع مقسم ان دور الرجل يكون هو القائد، يكون هو المسيطر يعني، ومقسم دور المرأة ان هي تكون الهادية المطيعة. وفي علماء نفس كتير قالوا اسمها التابعة. دور المرأة منحصر على نوعين بس، وطبعا ده المجتمع هو اللي مطلعهم يعني. ان هي تكون ام، وان هي تكون زوجة، فقط لا غير. هي دي ادوار النساء بالنسبة للمجتمع. اما بالنسبة للرجل ان هو يكون قائد، وان هو يكون مسيطر على الدنيا دي كلها. ومع الأسف أي حد بيخرج عن الدور اللي المجتمع رسمه ليه بيتعرض للرفض. النظرية دي بتبين لنا إن المجتمع بيفرض على الرجل والمرأة طريق ومسار معين لازم يمشوا فيه، وطبعا لو خرجت عن المسار ده هتتواجه بالرفض والهجوم. علشان كده لما البنت تفكر وتخطط في مستقبلها وتحلم وتبدأ تتحرك كده، هي بتخالف الطريق اللي المجتمع حطه ليها، بتخالف الدور اللي المجتمع حطه ليها. علشان كده هي بتتعرض للرفض والهجوم، يعني المجتمع بيهاجمها. العالمة الأمريكية ساندرا بيم قالت إن المجتمع بيبرمج عقول الأطفال من هم صغيرين على إن الولد مهمته هو إنه يكون قائد، والبنت تكون هي التابعة اللي مستنية الراجل أو الزوج يجي يلم الليلة كلها وياخدها. قالت إن كل ده بيأثر على تفكيرهم واختياراتهم في المستقبل. ندخل على تاني سبب، وهو الخوف من التغيير. كل بنت بتكسر قاعدة قديمة حطها المجتمع بيحس ان الدنيا بتتهز او الدنيا مش تمام. وده طبعا مش لان نجاحها بيخوف، لا بالعكس، ده لان البنت خاضت معركة، خاضت طريق غير اللي هم متعودين عليه، يعني غير المألوف، خارج عن المألوف اللي هم متعودين عليه.
في نظرية التنافر المعرفي اللي طورها العالم ليون فيستينجر بتقول ان لما البنت تكون ناجحة ومكافحة في ناس كتير قوي بتهاجمها، وطبعا مش لانها غلطانة ولكن علشان هم جواهم تنافر معرفي، شايفين ان البنت كسرت الحدود او كسرت الطرق التقليدية اللي هم متعودين عليها من زمان، وده طبعا بيخليهم يحسوا بتوتر شديد جدا، لان دي معتقداتهم وتقاليدهم اللي متربيين عليها، انت ازاي تخرجي عنها وازاي تخرجي عن المألوف وهكذا. فاسهل حاجة هم يعملوها انهم يحسسوها بالخوف من نجاحها ويقللوا من نجاحها ومن قيمة نفسها، علشان بس يرجعوا يحسوا بقيمتهم، وعلشان يرجعوا يحسوا ان قرارهم هو الصح وعاداتهم وتقاليدهم هي الصح وكل حاجة هم قالوها لها هي الصح. النظرية دي في النهاية بتكشف لنا سبب من أسباب هجوم المجتمع على البنت بسبب نجاحها، وبرضو بتبين لنا إن النظرية دي حرفيا بتبين لنا إن مش كل التخويف ده أو مش كل الخوف ده بسبب كره أو غيرة، لأن أحيانا مع الأسف اللي بيخوفونا من النجاح هما بيكونوا أهلنا، لأن هما اتربوا على عادات وتقاليد قديمة، فأنت لما بتيجي تكسريها بيكون صعب عليهم شوية، فبالتالي هما مش بيكونوا بيكرهونا ولا بيغيروا مننا أكيد، فهم بس مش متعودين على الطريق اللي احنا عايزين نسلكه، وهو طريق غير اللي هم متربيين عليه، وبس كده مش اكتر. تالت سبب معانا وهو الغيرة والمقارنة. دايما هتلاقي ناس بتحاول تقارنك بناس تانية حتى وانتي ماشية في طريق نجاحك، هيقولوا لك بصي فلانة دي انجح منك، بصي فلانة عملت كذا وكذا وانتي لسه ما عملتيش، بصي فلانة دي اتجوزت بدري علشان كانت هادية ورقيقة وما فكرتش الافكار اللي انتي بتفكري فيها، انتي عمرك ما هتحسي الاحساس ده. فحتى برضو لما تنجحي هيحاولوا يقارنوكي، مهما كان لازم يقارنوكي بحد علشان توقفي، عشان تقفي تماما من الطريق اللي انتي ماشيه فيه. هيقللوا منك ومن نجاحك بحيث يقولولك حظها عالي جدا، وصلت يعني كان عندها واسطة كبيرة، دي كان وراها ناس كتير بيساعدوها وهكذا، يعني لازم يطلعولك ثغرة من ان هم يقللوا من نجاحك. سيجموند فرويد قال ان الشخص بدل ما يعترف بمشاعره او يعترف بنواقصه والاخطاء اللي فيه يحاول يرميها على الشخص اللي قدامه، وطبعا المجتمع بيرميها على البنت الناجحة علشان يحاول يوقعها تماما ويوقفها من الطريق اللي هي ماشية فيه. السبب الرابع معانا وخلي بالكم منه كويس وهو حب السيطرة على البنت. كل ما البنت تبقى أقوى وأنجح كل ما بقت صعبة في السيطرة، وده اللي بيخلي ناس كتير وخصوصا الرجالة يحسوا انهم فقدوا مكانتهم، يعني مش عارفين يسيطروا على المرأة او الزوجة او الاخت او هكذا، مش عارفين يسيطروا عليهم، ده بيحسسهم بانهم فقدوا مكانتهم. بحس ان تفكير غريب، انت يعني فقدوا مكانتهم بسبب حاجه زي كده، فاعتقد ده تفكير غريب ومحتاج يعيدوا النظر فيه. ده جزء من كتاب الهيمنه الذكوريه للعالم الفرنسي بيير بورديو، اللي قال فيه ان المجتمعات الذكوريه بتحب تحط المراه في دور معين، في ادوار معينه، وزي ما قلت لكم في اول الحلقه وهي ادوار الزوجه والام فقط، ادوار على مزاجهم يعني. وبيقول كمان ان اي امراه بتخرج عن الدور اللي الرجل رسمه ليها ده يكون كده اسمه تمرد، يعني هي بيكون اسمها متمردة لو خرجت عن دور الزوجة أو الأم. كمان المفكرة النسوية بيل هوكس قالت إن البنت مش بتترفض علشان قوتها وحشة، ولكن علشان المجتمع مش مستعد يديها نفس المساحة اللي بيديها للولد. ندخل على السبب الخامس والسبب الأخير في فيديو النهاردة، وهو الخوف من الوحدة بسبب النجاح. المجتمع ساعات بيوصل للبنت رسالة، والحقيقة هي رسالة مهمة جدا، ان النجاح هيبعد عنك الناس، النجاح هيخليكي لوحدك، لو عايزة تنجحي لازم تكوني لوحدك. وبصراحة الرسالة دي مش وحشة جدا، انا شايفاها ان هي مش وحشة، انصحكم بكده اساسا لو مفيش شريك مناسب، لو مفيش شريك انتي واثقه فيه. بس المهم عامه النجاح مش هيبعد عنك الناس ولا حاجه، لو الناس كويسه والناس تحترم النجاح مستحيل يبعد عنك الناس دي، بيخليها او بيقنعها ان انتي كبنت وعايزه تنجحي هتكوني صعبه او هتكون مبالغ فيكي او مش هتكوني مطلوبه في العلاقات، سواء علاقات الارتباط او الصداقه. الرساله دي الحقيقه مش بتكون خوف شخصي، ولكن الرساله دي بتكون اداه قويه جدا من انه يقنعك ان انت هتبقي الوحيده لما تنجحي، علشان يقلل من طموحك ويقلل من اهدافك ويقلل من رسالتك، علشان تفضلي مقبوله في المجتمع. يعني لازم تكوني قليله علشان تفضلي مقبوله في المجتمع، وطبعا ده اللي المجتمع عايزه، لان هو شايف ان الراجل هو اللي يستاهل كل ده، اما انت ليكي مكانه معينه، فانت لو وصلتي للمكانه دي هتكوني مقبوله في المجتمع واحنا قابلينك. الدكتوره مارتينا هورنر عملت دراسه على طالبات جامعه هارفارد، ولاحظت نسبه كبيره من البنات بيربطوا النجاح بالشعور بالوحده او الشعور بالذنب، والنتيجة ان الخوف ده بيخلي بعض البنات يتراجعوا عن اهدافهم ويتخلوا عن اهدافهم وهم اصلا لسه ما بدأوش، مش علشان البنات دول مش قادرين ان هم يبدأوا ولا قادرين ان هم يحققوا احلامهم، لا، علشان المجتمع غرس فيهم فكرة ان النجاح هيسبب لك الوحدة وهيبعد عنك الناس، وهيسبب لك خسارة تانية جدا
في حياتك. المجتمع برمج عقولهم على ان هم يربطوا النجاح بخساره شيء كبير جدا في حياته. يبقى كده الدكتوره ماتينا هورنر بتفهمنا الخوف من الوحده او الشعور بالذنب ده احساس مش بيجي من فراغ، لكن ده انعكاس لرسائل او ضغط اجتماعي بيتغذى على فكره ان البنت الناجحه مقابل لنجاحها هيبعد عنها الناس وهتكون وحيده. وطبعا اللي بيحصل ان الخوف ده بيوقف ناس كتير عن ان هم اصلا يبداوا، هم ما بداوش، بيوقفهم من بدايه الطريق. انا كده خلصت الاسباب، ولكن عايزه اقول كلمه مهمه جدا اخيره. الاسباب اللي انا اتكلمت فيها النهارده مش شرط يكون المجتمع كله بيعملها ابدا، وبالعكس انا شايفه تطور كبير من المجتمع ان هو يعالج الاسباب دي، ولكن مع الاسف لسه في بنات بتعاني في مجتمعنا العربي او في مصر، بيعانوا من الاضطهاد والتمييز ما بين الراجل والمراه. فهمنا للاسباب دي يخلينا نقدر نفرق بين الخوف النابع من جوانا احنا والخوف اللي اتزرع من المجتمع فينا. وبرده زي ما قلت لكم تاني، مش كل المجتمع كده، وبالعكس في ناس كتير قوي مؤمنه ان الطموح حق للجميع، وفي ناس كتير قوي مؤمنه ان النجاح للرجل والمراه، وفي الاخر النجاح مش جريمه ولا عمره هيكون جريمه في حق المراه او الرجل. الطموح مش عيب، واللي يخاف من نجاحك يبقى المشكله فيه هو مش فيكي. اوعي تغيري من نفسك. وطبعا هنا قصدي اوعي تغيري من نفسك علشان حد انت عايزه تغيري من نفسك للاحسن، غيري من نفسك عشان نفسك انت. انا كده خلصت الفيديو النهارده، يعني اتمنى تكونوا استمتعتوا وعرفتوا قد ايه ان احنا لازم نغير البيئه اللي احنا عايشين فيها، مش تغيرها اللي هو نسافر انت لو بايدك تسافري فده حاجه تحفه، بس لازم نغير الجذور الاول. لو احنا قررنا ان احنا نتغير لازم نغير الجذور اللي احنا عايشين فيها للاحسن على الاقل. بس كده انا خلصت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشجعوني، وبس كده. بحبكم. باي.